اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا يا حبايبي، قيمة الحاجات اللي بتتربى في البيت، ده اللي بنقوله احنا يا جماعة. ربوا حاجات في البيت مهما كان، ايا كانت مساحة عندنا نربي فيها فراخ. بصوا اللحمة، طب والنبي في حد عليه الصلاة والسلام جاب فراخ من بره مذبوحة بلدي او اي نوع ولقاها بالنظافة دي والحمار ده واللحمة نظيفة كده؟ بسم الله ما شاء الله، ما حصلش. انا عن نفسي كنت بقول في كده كتير، ما حصلش. انواع كتير اهو. شفتوا السير لونه ايه؟ شفتوا ده كمان اهو، كان ده باين فيه السير اكتر اهو. شفتوا اللي هنا النظام النسير عامل ازاي؟ احمر، مش نسير باهت وابيض زي بقى الفراخ لما بجيبها كل انواعها. الحاجات دي مهمه قوي يا جماعه، نعمل حاجات نربي حاجات في البيت. ايه النهارده احنا هنعمل فرخه من الفروخ بتاعتنا، واحنا قلنا الحاجات البيتيه مفيش احسن منها. كده هنعمل ايه؟ اكله سريعه وسهله وخفيفه جميله جدا كلها فوائد. عندنا بصله، بشرنا بصله حطيناها في ماده دهنيه ايا كانت هي، هنحط عليها الفريك بالمناسبه احنا جبنا نص كيلو فريك ونقيناه وغسل واتنقع. ممكن تنقعه نص ساعه، ممكن ساعه، مش هتفرق. بس لو مستعجلين قوي وعايزينه بسرعه، حطوا ميه سخنه مسافه 10 دقايق يبقى كويس. اتنقع الفريك وبقى زي الفل. هنقلبه مع الحاجات دي، مع البصله والبهارات. هنا عملنا ايه تاني؟ هنا برضو حطينا للفراخ بصل ومضة دهنية، هنشوحها بطريقة حلوة جدا ولذيذة جدا، وطعمها بيبقى بمنتهى الجمال وخفيفة، مش محتاجة يعني الناس بتاع طبخت، لا، أكلة سريعة جدا ومفيدة جدا. والبصل ده على فكرة أساس الأكل، يعني أو نقدر نقول الأكل الصح أساسه البصل دايما. ليه؟ البصل فيه فوائد كتير جدا، اما الحاجه اللحمه او الفراخ او الطيور عموما تشبع بيه بتبقى طعمها لذيذ جدا وفي فوائد كتير جدا. وغير كده البصل اصلا بيقضي على حاجات كتير مش كويسه في الاكل عموما، حتى لو احنا اكلنا بصل مفيد. المهم هنشوح البصل المفروم ده او المبشور او مقطع صغير، هنشوحه مع الفراخ بحيث نخليها تاخد لون جميل قوي. هوريها لكم دلوقتي، او تاخد نص سوا، او تقدر قربت تستوي. يعني بصوا هوريها لكم دلوقتي، بس هو دلوقتي مضموننا كله هو البصل، احنا مش هنحط فيها ميه، هنسويها على البصل، يعني هنغطيها وكل شويه هنقلبها، وممكن نوطي على نار عاليه كمان. ادي الحاجه التانيه هنا برضو الفريك نفس الحكايه. هنبدا نحط الفريك، حطينا الفريك اهو، هنبدا برضو نتابع ونقلب ونجهزه. اول ما نجهزه، وطبعا هنحط فلفل اسود، اللي عايز فلفل اسود، اللي عايز اي حاجه يحطها، شطه، كمون، كل الحاجات دي، اللي عايز بهارات براحته حط اللي هو عايزه. هنخلص الخطوه دي وهاجي لكم حبايبي اوريها لكم ايه اللي حصل بعد كده. بصوا يا حبايبي، احنا كده حاطينها لسه في البصل والماده الدهنيه، ما حطيناش اي ميه ولا اي حاجه تانيه، بس برضو بتنزل ميه والفراخ والبصل كده بنشوحها تتشرب في ميه البصل، يعني كل السوا بتاعها هيبقى في ميه البصل كده لغايه لما نلاقي كده تمام خلاص. هقول لكم هنعمل ايه تاني، بس انا بقول لكم بس الخطوه دي بقى فتره اكتر من ربع ساعه دلوقتي في ميه البصل، والميه ما نشفتش لسه، والبصل شغال برضه على نار هاديه ومستني. هنا بقى كده هنعمل ايه فيها؟ هنغطيها تاني برضه ونسيبها. هنا بقى الفريك بعد شويه كده بدأ ايه
يعني يدوب بدأ يسخن، وطيت عليه النار. الفريق كده يستوى، بس انا برضه لسه مش هنزله دلوقتي من على النار. موطيه النار وحاطه الشياطه اكنه رز، واقلب بحيث يتشرب البصل. انا يا دوب حطيت بس حوالي نص كوبايه ميه، اما لقيته بدا ينشف، عشان كده حطيت نص كوبايه ميه. ممكن تحطوا نص كوبايه كوبايه مفيش مشكله، والنار تبقى عاليه لغايه لما يغلي. هدوا النار وحطوا شياطه وسيبوه يتعامل مع نفسه لغايه لما برضو الفراخ تتشرب مع السمنه مع البصل، وتبقى يعني ايه، طعم ده بيتاكل. يعني ممكن تستوي بحالها كده وتتاكل كده، بس انا هعمل لكم اكله جميله جدا وخفيفه وصحيه جدا، ونوفر شويه الرز او نبعد شويه عن النشويات. هكمل واجي لكم. بصوا يا حبايبي، احنا كده اهو تنينا حطينا على النار لغايه لما، وهدينا النار لغايه لما لسعت واستوت. علامات السوا ان احنا نلاقي، دي علامات انها استوت، ان العظم كده يبان، اللحم كده بتاع الفرخ يبان كده، علامات بدات تستوي في السوا. كده الفراخ هنخليها زي ما هي في الصينيه. هنعمل ايه؟ هنحط ده هنا، ده الفريك اهو، برضه هدينا عليه النار. هنحط عليه شويه صلصه بميه صغيرين مش كتير، وهنقلبهم مع بعض، وهنحطهم على الفراخ. وهو ما اخلص اوريهم لكم. بصوا يا حبايبي، انا كده حطيت شويه صلصه. عندنا شويه شوربه موجودين، نحط صلصه بشوربه. مفيش شويه ميه لان الفراخ كلها بهليز، والصينيه كلها من شوربه الفراخ لان ما حطيناش ميه عليها. حطينا الفريك مع شويه الصلصه مع اي ماده بقى، ميه شويه شوربه، هي كده حتى لو ميه مفيش مشكله، لان الفراخ كلها الشوربه بتاعتها كلها في الصينيه، لان احنا ما سلقناش في اي مكان تاني، لا السوا بتاعها كله كان في الصينيه. كده هنحط الصينيه دي كده، الصينيه جاهزه يا دوب بس تشمع كده شويه وتحمر، لان الحاجات كلها تقريبا مستويه، لان الفرخه العظم بدا يبان من اللحم من الفراخ، وكده يعني ما كده دخلت في مرحله السوا. هنحطها في الفرن وهوريها لكم بعد ما تستوي. بصوا يا حبايبي، شكل الصينيه وريحتها شهيه تفتح النفس بمنتهى البساطه، واكل صحي. وعلى فكره معلومه صغيره، الفريك فيه فوائد كتير قوي اكتر من الرز. معروف كده الفريك منتشر في الصعيد مصر. اكل بقى كمل ايه، اخر جمال، طعم وريحه وغذاء. النهارده يا حبايبي وصفتنا كانت بالفراخ بتاعتنا، فراخ بيتي، صحه وعافيه لكل اللي يربي وياكل من حاجه من تربيه ايده، وياكل اكل نظيف. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمتم سالمين غانمين، امين يا رب العالمين.